السلام على مولاي الدبيسي الذي جاء ذكره في رباعيات الخيام وفي أحاديث سيدي ومولاي عبد القادر صاحب الفضائل والمآثر. وعليك السلام أيها الرجل المبارك. تفضل اجلس. من أي البلاد أتيت؟ جبت الأرض والبرزخ وعبرت الخضرة والمآل حتى وصلت إلى بغداد، فرأيت فيها من البذخ والترف والفقر والجوع والفاقة والتشرد مما يفتت النفوس ويشق الأكباد. وحين سمعت اسمكم تركت كل شيء ورائي حتى ما عاد لي وراء. قد علمت بأنكم غدا عند الصبح سوف تبادرون إلى الفتح، وبأنكم لا محالة قاتلي ذاك الأفاق المسمى أبو زيد. ادعوا لنا حتى نتمكن منه، والله إن قتلناه في الغد فأبشر بالسعادة والمجد أيها الرجل المبارك. لن أترك وقتا يا مولاي إلا وأملأه بالدعاء. لقد تداركني الوقت وأنا ذاهب إلى جامع سيدي عبد الصمد لأملأ الوقت بالدعاء والصلوات، ولكن أرجو منكم يا مولاي أن تسهلوا لي الدخول وفتح ما استغلق من الأبواب لأشاهد أولئك الأسرى الأنذال وأتشفى منهم بالدعاء عليهم. اذهب فكل الأبواب مفتوحة أمامك، ولا تنسنا من الدعاء. منصور يا منصور، يا دبيسي والله منصور، خذوني إلى سجن الأسرة. منصور يا منصور، يا دبيسي والله منصور. افتحوا لها الأبواب. أيها الحراس، وصلتم؟ تفضلوا يا أبنائي. ألا تعرفنا عن نفسك أيها الشيخ المبروك؟ اترك السر مغطى يا بني، فكشف الأسرار يخرب الممالك ويهزم الملوك. اكشف الغطاء عن وجهك أيها الشيخ. بأمر الأمير. أبو زيد بشحمه ولحمه يا زيدان. يا لك من داهية يا أبا زيد. كنت أعرف أنك لها يا أبو زيد، كنت أعرف. أنا دائما في خدمة الأمير وفي خدمة بني هلال.